معنا المدرب القدير فؤاد الصحابي مدرب اولمبيك خريبكا. ممكن تقول لنا الجديد ديال الانتدابات ديال الفريق اولمبيك خريبكا؟ كما سبق وعدت الجمهور الخريبكي فانتدابات ما غتفوتش لاعبين او ثلاثه، وبالتالي بالفعل تم التعاقد مع فريد الطلحاوي اللاعب السابق للوداد البيضاوي، اللي كان كيمارس فرنسا في هذه بدايه الموسم مع احدى انديه الاوات. ثم مضينا اللاعبين من الكاميرون، واحد فيهم فاز ببطوله مع كانونيا مع اونيون دوله، واللاعب باباندا جوال، واللاعب كنعرف الامكانيات ديالو لان دربته في نادي القادسيه السعودي. ثم لاعب اوكوشا اللي خدا الكاس مع فريق ديال ايسي سبورتيف ديال نقام، لاعب اللي مسجل 8 ديال الاهداف ايضا. وهذوما الثلاث لاعبين اللي غادي يهزوا الترسانه ديال اولمبيك خريبكا في مباريات الاياب ان شاء الله. شنو الاهداف ديال فريق اولمبيك خريبكا لهذا الموسم؟ كما يعلم متتبعون الرياضيون فالفريق من جيت له كان كيحصل المرتبه 14، فكان وراه بني ملال وبركان بنقطه واحده ونقطه الفرق. لحسن الحظ هو انه تحققت نتائج طيبه بالفوز على مكناس والفوز على اولمبيك اسفي وتعادلين مع كل من تطوان واكادير وهزيمه مع الجيش. هاد النقاط خلاتنا اننا نحتلوا المرتبه التاسعه بمجموع 16 نقطه، فكان الهدف القريب والاسمى هو انقاذ الفريق بالمراتب الاخيره. الان الطموح ديالنا هو طموح مشروع كبر شويه، فنحاولوا نلعبوا على حده الاماكن وسط الترتيب، واعتقد بالمكونات ديال الفريق خريبكا من جماهير الرياضيه ومن مكتب ومن اللاعبين ربما نتمكنوا من بلوغ الهدف المنشود. شكون الفريق اللي ترشح للفوز بالبطوله هذه السنه؟ لحد الان كاين صراع قوي ما بين انديه الوداد والرجاء والجيش، هي منافسه شرسه يصعب التكهن بالفائز ديال البطوله. كنعتقد على ان هذه الانديه غتدخل في غمار البطولات الافريقيه اضافه للمباريات ديال الكاس، المباريات عفوا ديال البطوله. وبالتالي الفريق اللي عنده كرسي الاحتياط جيد، اللي عنده لاعبين جيدين، اللي غيستمر مجموعه من المباريات هو الكفيل بالفوز، وان كان يصعب التكهن مسبقا بالفريق البطل. شكرا.